السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في حلقة من مسلسلكم الشيق ورائع مسلسل هاديك حياتي. حلقة اللي فيها بزاف ديال الأحداث، الحلقة اللي زوينة بزاف صراحة. واحد الحلقة اللي فيها ديال بزاف ديال الأشياء اللي زوينة بزاف. غادي نشوفو هنايا ميسون من بعد ما توفات نوران طبيعة الحال. غادي نشوفو حالتهم حالة صراحة، خصوصا ميسون اللي ما قادراش تصبر على الفراق ديال الأم ديالها، اللي غادي تهز الحيدة ديالها ولا الصباط ديالها. غادي تعنقهم وغادي تبدا تبكي، غادي تقول عافاك ماما، رجعي ليا، انا ما نقدرش نعيش بلا بيك. المهم ولا انا نجي عندك، انا ما نقدرش نعيش بلا بيك. هنايا غادي نشوفوها جابوها وكل شيء، غادي يديروا لها بحال الاستقبال، وغادي تقول لهم نوض، تقول لها نوضه ماما، كاع صحاباتك وكاع الناس اللي في الحي وحتى محمود امير وعمتي جاو باش يستقبلوك، عافاك ماما نوضي. ولكن هنايا بهار حتى هي تكون في حالتها حاله، كلهم كيغوتوا الياس. المهم كلشي كيشاهد هذاك المشهد. وغادي تقول لها لابسه المونطو ديالك، راني بغيتك بزاف ماما نوضي عليا. وغادي تجي الخاله ديالها اللي غادي تضربها، غادي تصرفقها، غادي تقول لها رجعي للوعي ديالك. وغادي تسخف ميسون البنات. بزاف ديال الاحداث بلا ما نطول عليكم البنات، ندخل معكم في التفاصيل ديال الحلقه. ما تنسونيش الله يخليكم اللايك واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. هنايا في البدايه ديال الحلقه ديالنا فين خليت عليكم في الحلقه اللي حطيت لكم، كنشوفوا هنايا بهار من بعد ما شافت الاخت ديالها طايحه في الارض، غتمشي عندها تقول لها مالكي. غتقول لها ماما راه توفات. غتقول لها كيفاش؟ غتقول لها ماتت. غتقول لها علاش كتقولي هادشي على الام ديالنا؟ غادي تقول لها هادشي اللي كاين اختي، راه ماما دارت حادثه وماتت. وهنايا غادي تصدموا بجوج بهم، وكان معاهم جاب الله، كان معاهم يانيس وغادي يجيبهم للدار. وغادي نشوفوا دنيا اللي غادي تستغل داكشي اللي وقع لميسون بينها وبين الاب ديالها. وغادي تمشي عنده من بعد ما دات ليه القهوه، غادي تقول ليه خويا واش انت بخير، انا شفت لك الدواء ديالك. غادي يقول لها شكرا لك بزاف. وغادي تقول لي عافاك اخويا، بلا ما تدير في راسك هادشي، حنا معاك ديما وان شاء الله كلشي هادشي غادي يفوت وغادي تنسى، بلا ما دير في راسك هادشي. غادي يقول لي اكيد. غادي يقول لها انا قررت ندير واحد الحاجه. تقول لي شنو هي؟ غادي يقول لها قررت باش نخرج هذيك ميسون من حياتي. غادي نعيط للمحامي وغادي نقاد الورق كامل وغادي نخرجها من حياتي ونتبرى منها كليا. وغادي نشوفوا الياس من بعد ما وصلوا اتصال ديال نوران باللي هي توفات، غادي يبدا يحيد في حويجته وغادي يقطع. وغادي يقول انا ما قادرش نطلع النفس، صافي عييت بزاف، علاش نوران مشات وخلاتني. وهنايا غادي نشوفوا الاخت ديال نوران طبيعه الحال اللي مشات دات الجثه باش تديها لاسطنبول. المهم هنايا غادي تحط عليها يديها وبقات كتبكي. كنشوفوا بهار وميسون جابهم يانيس بالسياره ديالو غادي يديهم للحي ديالهم، وبقاو غير كيبكيو. وغادي نشوفوا الجثه ديال نوران. غاديك السيده الاخت ديالها اللي غادي تقطع التذكيرات باش تجيبها لاسطنبول كما قلت لكم، وغادي ديرها في واحد الشاحنه ومن بعد غادي تديها للمطار. غادي نشوفوا هنايا الياس يانيس عفوا وصلهم للحي. كلشي كيتفكر الذكريات ديالهم مع الام ديالهم، خصوصا بهار وميسون. بهار بقات غير كتشوف حيت واخا كانت مخاصمه مع الام ديالها بطبيعة الحال حتى شي واحد ما كيبغي يشوف والديه ماتوا، وخصوصا الام اللي كتكون شي حاجه بزاف. وحتى الاب الله يسمح لينا منهم والله يخليهم لينا يا ربي، واللي ما ماتوا ليا والدي، اللي ماتوا ليه الله يرحمهم والله يجعل محبته والصبر، واللي باقيين عايشين ليه الله يخليهم ليه ويحفظهم ليه من كل شر يا ربي. انا غادي نشوف البنات ميسون وباهر عنقوا الاب ديالهم بقاو غير كيبكيو، وخصوصا كوثر حتى هي اللي كانت كتبكي عليها وكل شيء. المهم بقات فيه نوران الياس يعني حتى هو غادي يخرج على برا وغادي تبقى فيه نوران بزاف، خصوصا البنات اللي كيبكيو. وهنايا غادي تسمع نيرفات باللي الصوت ديال ميسونانا تقول لها الصوت ديال بنتي هذه. وغادي تبدا تجري هي ومليكه وغادي تقول لي يعني شنو وقع. غادي يقول ليه لالا نوران راه عطاتك عمرها، راه توفات. وهنايا غادي تدخل وبقات كتغوت وكتشوف في ميسون طايحه في الارض. غادي تبدا تواسي فيها وتواسي فيهم كاملين اللي غادي يكونوا في واحد الحاله. غادي تقول لها صافي مشات ماما، ماما راه توفات، ماما راه مشات وخلاتني، انا بقيت بوحدي. وهنايا كتصبر فيها الام ديالها كتقول لها عافاك بنتي، انا ان شاء الله كلشي هادشي غادي يفوت لا نوران الله يرحمها. ولكن ما يصون حالتها حاله. غادي نشوفوا سكينه اللي كانت جايه وكتشوف العيالات كاملين مجموعين حدا الدار ديال نوران. غتقول لهم مالكم شفتكم فيما كتشوفوا شي حد عنده شي فطائر ولا شي حاجه كتجمعوا عليه. فاش غادي تدخل غادي تلقى كلشي كيقول ليها البركه في راسك. غادي تقول ليه شكون اللي مات؟ غادي يقول ليها نوران ولكن ما غاديش تيق. غتقول لهم لا غير كضحكوا عليا، اكيد درتوا ليا شي كاميرا خفيه، اكيد نوران كاينه لداخل. ولكن هنايا غادي تحاول كوثر تقول ليها راه بصح راه توفات، ولكن ما غاديش تيق. غادي تبدا تدخل لداخل بقات كتقول نوران نوران خرجه صاحبتي. ولكن من بعد
غادي تعرف باللي بصح راه نوران توفات وغادي طيح حتى هي في الارض، وبقات كتبكي وكتغوت، خصوصا ميسون اللي كتحاول الام ديالها باش تصبرها، كتقول لها عافاك يا بنتي ما ديريش في راسك هادشي، حاولي على صحتك. وكلشي غادي يبدا يبكي تمايا، كلشي كيغوت. ولكن للاسف راه نوران توفات. وغادي نشوفو في الدار ديال محمود امير جالسين كاملين البنات كيفطروا، وكلشي الدراري غادي يقولوا لي شوفوا خالي حنا معاك، وحتى هو غادي يقول لهم حتى انايا معكم، حتى حيت نتوما ما عندي حتى شي واحد من غيركم. حتى هودي غتنوض عنده غادي يقول لي حتى حنايا خالي ما عندنا حتى شي واحد من غيرك نتايا، ديما غنكونوا في جنبك. وغادي يقول ليه اللي بغيتو انا معكم، نتوما راكم وليداتي هنايا. دنيا كانت فرحانه، ولكن محمود امير غادي يجي اتصال، غادي يقول ليه مالك يا نيس، غادي يقول ليه بغيت غير نقول لك حيت هاد الامور غادي تهمك. لالا نوران راه توفات، عطاتك عمرها، توفات البارح فواحد الحادثه اللي خايبه بزاف. غادي يقول لك كيفاش كيدايره بعدا بهار، غادي يقول ليه بهار وما يصون حالتهم حاله، صراحه ما نقولش لك. وغادي ينوض غادي يقولها لدنيا، غادي يقول لها لالا نوران راه توفات. غادي تقول لك كيفاش، غادي يقول لي غادي تقول لها انا غنمشي معاك اخويا. بغيت صراحه نوقف مع بهار حيت انا اللي كنعرف هاد الاحساس شحال خايب. غادي تقولي هدى نمشي معاكم، غادي يقولوا ليه لا، غادي يقولوا له عافاكم، قولوا ليه بركه في راسكم. ومن بعد غادي نشوفوا ميسون اللي كانت كتمشي وكتجي كتقول لهم انا ما قادراش نطلع النفس، صافي عييت انا، بغيت نموت، حتى انا بغيت نمشي عند الام ديالي، ما قادراش نصبر وما قادراش نعيش بلا الام ديالي. هنا هي غادي يحاولوا باش يسكتوها، غادي تجيب كوطه داك الحيده ديال الام ديالها، غادي تبغي تخرج لبرا، غادي تقول لها ميسون ريه ليا، وغادي تعلقوا. هنايا ميسون كتفكر الذكريات ديالها مع الام ديالها فاش داتها للسوق وتلاقات مع صاحبتها. غادي تقول ليها شكون هذيك السيده، تقول لها الخدامه ديالنا، وغادي يبقى فيها الحال بزاف حيت قالت على الام ديالها الخدامه. من بعد غادي تهز هذوك الصباط وغادي تعلقهم، وغادي تقول ماما بغيت نجي لعندك، علاش خليتيني ومشيتي؟ وغادي تمشي تجري تخرج على برا، كلشي كيبكي حيت كيشوفوا ميسون في واحد الحاله اللي قلت لكم البنات، حيت الصراحه هي عارفه باللي نوران هي الام ديالها الحقيقيه. هنا غادي نشوفوها خرجت على برا، بقات كتبوس في ديك الحيده ولا في داك الصباط وكتعنق فيهم. صراحه واخا في داك الصباط حنايا ضحكنا، ولكن راه الا جيتي الصباط ديال الام ديالك راه شي حاجه اللي غاليه بزاف. المهم غادي نشوفوا اصدقاء ديال بدر اللي غادي يجي عنده صديق ديالو، غادي يقول ليه انا بغيت انا وياك نديروا واحد الخطه، غادي نمشيو نسرقوا واحد الفيلا. غادي يقول ليه لا ما يمكنش، انا صافي ساليت من هذا الشيء، ما بقيتش بغيت نديرو. غادي غير نوض من حداه، غادي تجي هدى غادي تجلس معاه، ولكن غادي يشوفوا هذاك الصديق ديالو، غادي يجي عنده واحد السيد اخر، غادي يقول ليه واش كتعرفوا؟ غادي يقول لي غادي يقول لي صراحه لقى الفرصه كبيره عليه حيت هذيك البنت غنيه بزاف. وغادي نشوفوا هنايا آه كانوا كيتسناو في الجثه ديال نوران، وكانوا واقفين كاملين، غادي غير توصل ديك الشحينه. ها غادي نشوفوا ميسون بدات كتجري عندها هي وبهار، كتقول لها نوضه ماما راه كلشي جا باش يستقبلك، عافاك ماما نورهان، السلطانه نورهان نوضي. وغادي كلشي يتجمع وبقى كلشي كيبكي، غادي تبدا تقول لي انا ما قادراش نعيش بلا بيك، انا لابسه الموطو ديالك حيت نتي اغلى ما عندي، اغلى من حياتي. وهنا غادي نشوف الياس حتى هو كيقول ليها عافاك نوضه نوران، انا محتاج ليك بزاف، علاش مشيتي وخليتيني؟ هنا غادي تهبط الخاله ديال ميسون، غادي تصرفقها، غادي تقول ليها رجعي للوعي ديالك، وغادي تسخف ميسون. وكلشي كيبكي. هنايا غادي تبكي بهار حتى هي وكيواسي فيها يانيس. محمود امير طبيعه الحال حتى هو كاين، وحتى دنيا كاينه. المهم هنايا غادي ترجع ميسون للوعي ديالها، وغادي يقول لهم الشيخ واش سمحتوا ليها، يقولوا ليه طبيعه الحال وغادي يديوها وغادي تتبعها. ميسون بقات كتجري من موراها وغادي تطيح وغادي تسخف. من بعد كنشوفوها دفنوها، والياس كيقول لهم انا ما قادراش نتنفس. غادي تقول ليه ميسون تنفس مزيان بابا حيت انت اللي قتلتي الام ديالي، كون ماشي انت اللي عطيتيها الخاتم ديالها وخرجتيها من الدار وقلتي لها بلي غادي تطلقها، ما غاديش تكون ماما دابا هنايا. اكيد دابا انت اللي كتستاهل تكون في هاد البلاصه ماشي هي. هنايا ما غاديش تسكت ليها طبيعه الحال بهار، غادي تقول ليها عارفاش كتقولي راه هذا الاب ديالنا حتى هو راه ما بغاش يوقع داكشي. غادي تقول ليها طبيعه الحال حتى نتيا، غتقول لي حتى انايا كنتوجه كيما كتوجه ولا كثر هذيك راه ماما، انايا ماما الحقيقيه، علاش كديري فيا هادشي؟ غتقول لي واش بصح ماماك الحقيقيه، واش انت عرفتي بعدا القيمه ديالها؟ المهم غادي يبداو يتخاصموا تمايا، ولكن سكينه ما غاديش تخليها طبيعه الحال تقول شي حاجه اللي ماشي هي، وغادي تديها معاها. فاش غادي تحيدها من تمايا غادي نشوفوها قالت ليها خالتي سكينه راني ما قادراش نعيش
بلا الأم ديالي، غادي تقول لها عافاك يا بنتي ما ديريش في راسك هادشي، أنتِ الأمانة ديال نوران ليا، خاصني نتهلا فيك وخاصك تولي قوية، حيت إلا شافتك ماماك هكا ما غاديش تبغي. وهنا غادي تبان نرفد وغادي تبدا تسمع ديك الهضرة كلها، غادي تقول لها أنا بقيت بوحدي بلا ماما. وهنا هي بطبيعة الحال نرفد بغات غير تعلق البنت ديالها، ولكن ما غاديش تسوق ليها حيت هي مجروحة بزاف، حيت الأم ديالها توفات. دون هذه نيرفات حتى هي غادي تبقى جالسة في واحد مورات الشجرة وبقات كتبكي. وغادي نشوفوهم ترجعوا للدار للحي، بداو كيطيبوا كيوجدوا زعما الفطور للناس العزاية. وغادي تبدا توجد هنايا نجلة في الحلوى اللي كيفرقوا على الناس، على الناس ديال العزاية. وهنا غادي تجي عندها الاخت ديال نوران، غتقول لها نوضي من تما حيت يديك موسخين بزاف، حيت عرفت بلي بينها وبين نوران عفوا، نوران كاين المشاكل. غادي تنوض وغادي تقول لها سكينه واش ممكن اختي عافاك نحاول حتى انايا نطيب ديك الحلوه، حيت انايا صاحبه نوران. غادي تقول لها طبيعه الحال ما كاينش شي واحد اللي كيستاهل يطيب هاد الحلوه من غير كنتيا سكينه. هنا غادي نشوفوهم كاملين مجموعين، محمود امير جالس مع الرجاله كلشي فرقوا داك الحلوه، كلشي كيبكي، خصوصا ميسون اللي كانت كتشوف بهار فواحد الطريقه خايبه بزاف وحتى بهار. المهم كيتبادلوا شي شوفات اللي خايبين بزاف، يعني كنشوفوا ميسون هزات الحقد اللي كبير بزاف على بهار. كنشوفوهم كاملين جالسين سامعين الصديق ديالو كلشي الناس دعا الفقيه. ومن بعد غادي نشوفهم كيفرقوا في هذيك الحلوى. ومن بعد ما كلاو هذيك الحلوى محمود امير غادي يقول لهم بغيت نشوف سيدي الياس. غادي يدخل عندهم للداخل، غادي يقول لهم بارك في راسكم هو بهار. غادي يقول لبهار شوفي بنتي انا حاسه بك، كتقولي على لي العافيه محمود امير في الداخل ديالي. غادي يقول لها انا حاسه بك يا بنتي، حيت حتى انا عشت هذا الاحساس وباقي كنعيشو، وان شاء الله كلشي غادي يدوز، وان شاء الله غادي تلقاني ديما في جنبك وديما غنكون معاك، كوني قويه. غادي يقول لها بنتي ما يصون عافاك كوني قويه. غادي تقول لها ما تقولش لي يا بنتي حيت انت ماشي بابا، وبعد مني كون ماشي نتا كاع ما غتوفى الام ديالي. غادي تقول ليها نيرفات حاولي تهضري مع الاب ديالك بطريقه زوينه. غادي تقول لها حتى انت حيت نتوما اصلا ماشي عائلتي، علاش غادي تقولوا عائلتي؟ انت ماشي الام ديالي وهو ماشي الاب ديالي، واش بعدا بغيتي تعرفوا شكون هما نتوما؟ غادي يبقاو غير يشوفوا. ولكن العامه ديالها طبيعه الحال وسكينه ما غاديش يخليوها تهضر، غادي يحاولوا باش يسكتوها حيت هي كانت تبغى تقول الحقيقه. وغادي تجي ملكه غادي تقول لهم اشنو كانت كتقصد ملي قالت هنا نتوما ماشي عائلتي. غادي تقول لها نجله ماشي شي حاجه ما تديش عليها. هنايا نيرفت غادي تبقى غتشوف فيها مصدومه في داكشي كامل اللي كدير بنتها، ولكن ما قادراش تمشي عندها وتعنقها غادي تجي عند الخاله ديالها تقول لها ديري عقلك، تقول لها وانت شكون بعدا انت يلاه شحال من عام ما عمرني شفتك ودابا جيتي باش تواسيني سيري بحالك. المهم وصلت معكم البنات النهايه ديال الحلقه، الى الحلقه الجايه ان شاء الله. كنتمنى ما تكونش عليا ولا لك ديالكم كيف العاده،